10 على 10. ده كان رأي واحد من احد عملاء دوبامين برجر اللي موجود في شارع محمد نجيب في اسكندريه. المحل ده حرفيا مظلوم ومش واخد حقه خالص. دوبامين برجر بيعمل البيف والتشيكن والسماش برجر، كل الانواع موجوده عنده، وانا متاكد ان اللحمه بتاعتهم بلدي 100%. التشيكن برجر عندهم عباره عن صدور فراخ سليمه، مش فراخ مفرومه واخده تتبيله وخلاص، وده اللي بيميزهم عن غيرهم. الناس دي بتستخدم صوصات وجبن من براندات معروفه جدا وغاليه جدا، وده يخليك تاكل من عندهم وانت مطمن. وحرفيا السندوتشات عندهم بتبقى غرقانه صوصات وجبن كده، ما تعرفش تمسك السندوتش كويس. في مقابل ده اسعارهم كويسه جدا ومش مبالغ فيه، وبالذات لما تيجي تقارنهم باي محل بيقدم نفس المنتج بنفس الكواليتي. هسيب لكم اللينك بتاع المحل والمنيو بتاعهم في اول كومنت. بيقدموا بقى حاجه عندهم انا شخصيا ادمنتها، جبنه سايحه وعليها شويه بطاطس. حرفيا البطاطس هناك غرقانه في الجبنه. روحوا جربوا الاكل هناك وعلى ضمانتي، ومستني رايكم في الكومنتات. ويلا بينا بقى عشان انا جوعت. وبدات اول حاجه بالسندوتش اللي تشيكن تيستي، وده كان عباره عن قطعه من صدور الفراخ وعليه قطعه من البيف بيكن وعليه صوص الجبنه وصوص التيستي وشويه من الخس. الحشو معقول جدا وقطعه الفراخ كانت كبيره جدا فعلا. ويلا بينا بقى نبدا ونسمي الله ونقول هم يا جمل. السندوتش ده كان جمدان اخر حاجه. الفراخ كانت مستويه كويس ومش شاربه زيت وما فيهاش اي ريحه زفاره. قلت في النص كده جرب البطاطس اللي غرقانه جبنه كده وشوف طعمها عامل ازاي. البطاطس كانت مقرمشه ومستويه حلو ومش شاربه زيت خالص، وصوص الشيدر دوت عالمي زي ما بقول لكم كده، وبيستخدم براندات معروفه جدا. وندخل بقى على الوحش بتاعهم، وده سندوتش اسمه سماش وايت مشروم، وده عباره عن قطعتين من السماش برجر غرقانين تحت صوص الرانش، وفوق منهم البصل المكرمل والمشروم اللي غرقان بالزبده. وكان طعمه جامد جدا، واحسن حاجه عندهم ان هم ما بيحطوش بهارات كتير على اللحمه، طعم اللحمه باين جدا وتعرف تميزه بسهوله وسط الصوصات دي كلها. ودلوقتي بقى هنخش على سندوتش موجود عندهم باسم المحل بتاعهم، دوبامين بيف، وده عباره عن قطعتين من البرجر متسوين كويس على الجريل، ومعاهم قطعه من البيف بيكن وغرقانين بصوص التيستي وصوص الجبنه الشيدر، وعليهم شويه من الخس وشويه من البصل. طعمه جامد بجد. دي كل السندوتشات اللي احنا جربناها، بجد الموضوع هناك جامد جدا. الموضوع عندهم هنا اوفر قوي، وزي ما قلت لكم هم اللحمه عندهم بلدي، فعشان كده مش محتاجين يحطوا عليها توابل، طعم اللحمه بيتكلم عن نفسه. عشان كده عايزكم تعملوا شير للفيديو دوت عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. الموضوع هنا مخيف.